السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ خوتي خواتاتي، ما تنساوناش مشاهده كامله ولايكات الفيديو، لايكي ولايكي ولايكي، والله يجازيكم بخير باش صوتنا يوصل. وما تنساوش انكم تسنيوا على العارضه اللي حطتها حنان بانوراما، وجميع القنوات راهم حطوها، وحتى انا راه عندي في المنتدى. دخلوا سجلوا، راه ماشي شي حاجه غير قانونيه، بالعكس حاجه قانونيه. هادشي مزيان ليكم سيرتو الناس اللي في المغرب، لانه علاش العقوق ولينا كنشوفوهم بزاف. مالوغوزمون هادشي ولا كيتكاثر عندنا بزاف، ولا تزينا المحارم عندنا بزاف. ما يمكنناش ندرقوا الشمس بالغربال ونقولوا ما كانش. فعلا كاين، غير كاين اللي كتخرج وكتهضر وكتقول خويا تصبني وباغي تصبني، وبطبيعه الحال المجرم كياخذ الجزاء ديالو، وكاين اللي كتسكت. فوالا. سعاد فعلا راها مريضه، وفعلا غادي دير عمليه، الله يشافيها والله يعافيها. وفعلا طرطق لها عرق في الراس، والدم خرج لها. والله القسم لو كان ما خفتش انهم يضربوا لي الفيديو، حتى نحط لكم لي فيديو ديالها مسكينه تصاور انه الدم خارج لها من النيف. اوغوزمون كانت معها هذيك المساعده ديالها، هي اللي اتصلت بسميره ونقدوا الموقف. الله يشافيها والله يعافيها، ونتمنوا لها كل خير. المشكل ماشي في سعاد مسكينه راها بين يد الله، ربي راه كيشوف، ربي على الحق ماشي على الباطل. المشكل في المسخوطه ديالها الكبيره، للاسف الشديد ما عندهاش القلب، ما عندهاش المحنه في الام ديالها. خرجت لك البارح بواحد اللايف كتهضر كتكبر وحاسبه على راسها شي حاجه. واحد الحاجه اللي ما فهمتهاش انا، اللي قالت لك حتى انا نقدر نكري امبولانس. عمرني ما سمعت كتكريو لومبولانس في المغرب هكا، عمرني ما سمعت لومبولانس اخوتي كتكرا هكا 500 درهم 1000 درهم باش انا نطلع فيديو. حتى حنا قالت لك ممكن اننا نطلعوا الفيديو ونكريو امبولانس. واش ممكن انه الانسان في المغرب يكري امبولانس هكا؟ ديري ازعاج للناس، لي زامبولانسي، تخلي واحد اللي باغيها محتاجها فعلا، وتجي عندك انت غير باش تمثلي فيديو. قالت لك كون كان بغيناك وحنا حنا غوزه زينو، راه فيها واحد المرض، هذيك راه ماشي فيها امراض، راه فيها ماشي فيها مرض، فيها شلا امراض، ومازال ربي غادي يعطيها ان شاء الله. كاع ما تخافوش، نوبه نوبه، كل واحد ودقته وقتاش غادي تجي. قالت لك ما غير كتمثل، لينا فرض ما كتمثل، لينا فرض. راه هذيك الحاله اللي نشوفها فيها راه ما نقدرش. لا اله الا الله محمد رسول الله. راه نمشي عند موينتي نبوس لها الرجلين نبوس لها اليدين نطلب منها المسامحه. انت مسمومه. انا خوتي كنهضر على الكبيره بطبيعه الحال اللي خرجت في اللايف البارح متعنته متجبره اش خصك تعرفي واحد الحاجه، راه اللي ادعى القوه كيموت بالضعف. راه دائما وابدا راه اللي كيدعي القوه كيموت بالضعف. راه كاين اسد الغابه وكيجي واحد وكيطيح، علاش؟ لانه قوي، هو القوي في الغابه، ولكن كيموت. قال لك كل واحد عنده قتالو. ما تعرفي ربي شكون غادي يجيب لك انت في طريقك باش غادي ربي يخلص ذنوب سعاد. الله يستر هذا الشيء اللي ولا نشوفوه. اون جامي في سا صراحه. انا هذا الشيء ما شفتوش عند الكور صراحه، نقولها ما نكذبش عليكم. انا ديما كلمه الحق كنقولها. انا الكور شفتهم هنايا كيتناقشوا مع الامهات ديالهم، كيبقاو في احترام، كل واحد وبلاصتو. كتجي تشوف امها تشرب معها كاس قهوه وكتمشي لدارها، الله يعاون الله يعاون. ولكن باش ندير لايف ونخرج ونضرب فما ونقول ما كتمثل ونقول نكري امبولانس ونقول واخا كانت بصح ما نمشيش، خصها هي تطلب مني السماحه. علاش تطلب منك السماحه؟ شنو درتي لها انت باش تطلب منك السماحه؟ انت اللي ولدتيها، انت اللي كبرتيها، انت اللي رجعتيها فيها 170، ها؟ انت اللي خدمتي عليها حياتها كامله. والله الا زينه هادي راه خصك تمشي تبوسي الرجلين واليدين وشوف تشوف واش تسمح لك. المشكله اخوتي في الناس اللي متبعينهم والناس اللي كيشجعوا على السخط. وقسما بالله الا قريت شي كومونتيرات بطبيعه الحال قلال، غير المسخوطين اللي متبعينهم. قالت له شي ناس شي نساء كتقول لها ابنتي الله معاك، واش من نيتكم كتشجعوا على السخط؟ كتشجعوا على السخط عاين باين. الله معاك بنتي وما تطلبيش السماحه، خصها هي تجي تبوس لك الرجلين. ايوا هذا هو اللي قال لك الخابيه تمشي عند الغراف، ولو تكون ما غلطه فيا. شنو دارت هاد الام كاع في ملك الله؟ شنو دارت؟
ما دارت والو. قالت لك اسيدي حيت ما فضحتني، غادي نهضروا على هذا الموضوع، فضحتني بزينه المحارم. زينه المحارم ماشي هي اللي خرجتها، زينه المحارم انت اللي خرجتي في الفيديو ديال لابيسين وحنا عاقلين، وضربتي فمك وديتي معك هذيك غوزه زينو لابيسين وخرجتي كتضربي في سعاد واتهمتيها بانها كتخرج مع الزروالي، وانها كتركب مع رجال في الطوموبيلات، وانها فاسده، وانها سحاره. وانت اللي قلتي في ذاك الفيديو، قلتي وامي كتهمني انني انا مع الاب ديالي. سعاد ما تهمتكش، اللي قالت لك بنتي بغيت نعرف شكون المغتصب. شكات كانت كتشوف شي حوايج في الدار. اخوتي عطيونا عقلكم، راه سعاد كانت كتشوف شي حوايج في الدار، وملي كانت كتهضر معاهم راه كيرجعوها حمقى. وراه قسما بالله الا كتوقع الا كانوا الناس عايشين معك سيئين خبيثين. انا وقعت لي صراحه نقولها لكم، انا وقعت لي واحد الوقيته كنت كنشوف شي حوايج في داري عاديين، انا الحمد لله غير انا والزوج ديالي كنت كنشوف شي حوايج في الدار، كان كيقول لي لا. واش انا كنشوف؟ انا كنشوفها حمراء، اذا راها حمراء. ملي الواحد كيكذبك اخوتي كتبقى طرح 100,000 سؤال في راسك، كيحاول هو يشكك في القدرات العقليه ديالك، ولكن راها هي هادشي اللي وقع لسعاد. شافت مناكر في الدار ملي كانت كتواجههم كانوا كيكذبوها، وكانوا كيقولها انت راكي مسطيه، انت راكي حمقى، انت خصك تمشي للدواي. والدليل راهم مطلعين عليها هاد الهضره ديال الحمقى باش حتى واحد ما تيقها، باش ملي تنوض تهضر على الاغتصاب حتى واحد ما تيقها. سعاد الناس باش تيقوها ملي دارت الخبره على البنت، وفعلا البنت خرجت اخوتي متقوبه للاسف الشديد، ماشي بكر كما البنات، من اللور ومن القدام على حسب الناس اللي توصلوا بالخبره الطبيه، اللي منهم حنان بانوراما اللي قالت بانه مغتصبه حتى من الخلف. لو كانت خرجت الخبره الطبيه مزيانه وانها البنت عذراء، وقسما بالله العلي العظيم ما غنهضروا في هادشي، وغادي نكذبوا سعاد، وغادي نقولوا لسعاد سيره سعاد الشافعي، ولكن خرجت الخبره نيشان. اذا سعاد ماشي كذابه، اذا سعاد ماشي حمقى. واليوم كيحاولوا كيقول لك هذا الشيء كتمثل على الادسنس. علاش؟ لانه الانسان ملي كيكون في واحد المرحله خطر كيكونوا عنده مشاكل كيوصل به الموت، انت راك كتساعدوا على الموت. اذا انت راك جريتي لانهم راهم يقدروا يتحاسبوا قضائيا، لانهم كيجريو في الموت ديال ديك السيده. الوغ هما هنا كيخرجوا وديما كيصيفطوا العاقه كيقولها خرجي انت هضري، كتقول بانه على جال الادسنس، بس زعما حتى الا جابوا لي فيديو كيقولوا راه كتمثل على جال الادسنس. لومبيلونس اوكي نقولوا راه كتمثل، تقدروا تكريوها في المغرب، انا ما عنديش معلومات على هذا الشيء، ولكن العمليه حتى هي كذوب. الناس في السبيطار حتى هي كذوب. الناس غتمشي من فاس حتى للرباط في 4 ديال الصباح ما شابعينش نعاس ومخلين ولادهم، وديك الام كتبكي على بنتها الجده ديالكم. كل شيء هادشي تمثيل نتوما، اذا حتى نتوما كتمثلوا علينا. اذا سعاد كتمثل اذا حتى نتوما كتمثلوا، وخارجين زعما راه حنا جينا نشريو الذهب. سعاد زعما قصدي راه مصديه ولبنى، وهذيك غوزاي زينو الذهب، هذيك غوزاي زينو كتشريو لها الذهب لانها داس عليكم الدوسي، لانها شادتكم وخرجت وقالتها هي، قالت صحاب القنوات داكشي اللي كيقولوه على فلانه وبنته فعلا كاين واقع، شديته مع 3 الليل. اذا هي كتحاول تستغل هذه المواقف باش خصها تخرج بهذا الزواج بواحد العدد كبير من الذهب، واحد العدد كبير من الفلوس، لانها عارفه غادي يجي واحد الوقيته وغادي القضيه غادي تفضح وغادي كل شيء يبان. الا تبت عليه زنا المحارم راه غادي يمشي للحبس بطبيعه الحال. اذا العائله غادي تشتت، هذيك المسخوطه غتدبر في غتمشي بوحدها ولا مع جداتها، هذيك الصغيره غادي تبلاصه وهي غادي يجريو عليها لانها راجلها راه في الحبس. اذا هي كتحاول تستغل، هي ما عندهاش ربح غوزاي زينو يدخل هذاك المفرقع للحبس. الا دخل المفرقع شنو غتبقى دير في الدار؟ ما عندها ما غادي دير، صافي غادي يجريو عليها. اذا كتحاول تستغلهم، شدتهم كما نقولوا حنايا بالعربيه تاع عربيت، شدتهم بيدهم اللي كتوجعهم. شريوا لي الذهب، طيبوا نتوما، قابلوا الدار نتوما، ديروا نتوما كل شيء، انا نتبورد عليكم. ايوا الحمد لله راه ربي كيخلص الذنوب شي في شي. انا خوتي ما قداش نهضر، حاولت ندير لكم هذا الفيديو
فقط نعبر وكنطلب الشفاء لسعاد، الله يشافيها ولا يعافيها. حنا هادشي ما كنبغيو حتى لواحد. الله ياخذ الحق في الظالم وصافي، الله ياخذ الحق في الظالم.